النهارده بقى جولة جديدة جوه متحف المجوهرات. متحف المجوهرات يمكن اغلبيتنا ما يكونش سمع عنه قبل كده، بس متحف المجوهرات ده موجود في اسكندرية في جليم. قطعت التذكرة ديت للطلاب ب5 جنيه، وغير الطلاب ب20، وللأجانب ب40. طيب، طريقة الدفع ازاي؟ طريقة جديدة. أنا كنت باجي هنا على طول أغلب الوقت، بس النهارده بقى اكتشفت طريقة جديدة للدفع، ان احنا بندفع بالفيزا، اللي هو انت لو معكش فيزا ما تجيش. طيب لو انت بقى معكش فيزا وعايز تيجي، هتيجي عادي، واي حد معاه فيزا خليه يدفع لك وانت تدفع له كاش، مفيش اي مشكله برضو. طيب، متحف المجوهرات التصوير فيه بالموبايل، التصوير بالكاميرا بيبقى ليه رسوم تانية. تصوير برضو في متحف المجوهرات ما ينفعش تصور فيديو. ده بقى شكل المتحف من بره، شكله حلو جدا. ابتديت ان انا اطلع السلالم عشان ادخل جوه المتحف. ادوني كيستين عشان البسهم على الشوز بتاعي، وابتديت بقى ان انا ادخل المتحف واتجول فيه من جوه. اول ما شفت الكاسات دي انبهرت بيها، سواء الكاس دوت او الكاس التاني، الاتنين بجد حاجة فوق الروعة، والاتنين احلى من بعض حقيقي بجد. مش كده وبس، ده انا كمان اتصورت معاهم سيلفي علشان قلت لأ، يعني من حلاوتهم ما قدرتش ان انا ما اتصورش معاهم بصراحة. وكمان صورتهم صور فردية كده. بدأت بقى ان انا اشوف البراويز بتاعت محمد علي باشا والبورتريهات اللي معمولة عشانهم. بجد حاجة جميلة جدا، كل البراويز دي مطلية بالزيت، وحاجة بجد حلوة جدا جدا جدا. كل حاجة جوه المتحف مميزة قوي. بدأت بقى ان انا اكمل الجولة بتاعتي، وان انا اشوف ايه الحاجات اللي موجودة. طلعت الدور اللي فوق عشان اشوف ايه اللي موجود فيه. وفعلا اول ما طلعت بقى لقيت طرقة طويلة، والمشاية دي كانت من احلى الحاجات اللي كنت ماشية عليها. حسيت ان انا ماشية على ريد كاربت كده زي ما بيقولوا. دخلت بقى لما طلعت الدور اللي فوق، لقيت كمية ناس كتير جدا، يعني عدد ما كنتش متوقعاه او ما كنتش متخيلاه. بجد طلع في ناس ياما قوي بتزور المتاحف ديت. وبدأت ان انا برضو اكمل الجولة بتاعتي واشوف ايه الحاجات اللي انا عايزة اتفرج عليها. وزي ما انتوا شايفين كده، الكوليهات والحلقان، الطقومة دي كلها، الكاسات، الكوليه دوت حاجة في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوة بجد. بدأت بقى ان انا اروح برضو اشوف ايه الحاجات ديت. يعني كلمة ان انا كنت بنبهر كلمة قليلة جدا. بجد المتحف فيه حاجات حلوة قوي، حاجات تبهر، حاجات شيقة، حاجات قيمة قوي، يعني غير العادي. وحتى اللوكيشن والديزاين اللي معمول على الحيطة حلو جدا. وهنا برضو كنت منبهرة بالعدد اللي عمال يجي. العدد كل شوية كان بيزيد، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى اتفاجئت ان زمان كان في مرايات، وحاولت ان انا اطلع نفسي في المراية لحد ما جبتني اخيرا يعني. وبدأت اكمل برضو هنا الجولة بتاعتي، وفضلت ماشية علشان اشوف ايه تاني او ايه الاوض اللي انا لسه ما دخلتهاش، لحد بقى ما لقيت مقتنيات الملك فاروق. وبجد كانت حاجة فوق الروعة، يعني حاجة جميلة جدا وقيمة قوي. بدأت برضو ان انا اروح اشوف المجاميع او الحاجات التانية اللي محطوطة، كانت برضو حلوة جدا وشكلها شيك قوي. بدأت برضو ان انا اتمشى تاني واتفرج واشوف ايه دوت. لقيت ان في رمح، يعني الرمح اللعبة دي انا بحبها وبفضلها جدا. لما لقيتها كمان بالذهب عجبتني شكلها قوي. بدأت برضو ان انا اشوف مجموعة علب الحلوى دي، يعني اللي هو العلب كانت صغيرة اوفر، بس ماشي شكلها برضو حلو جدا، وشكلها اللي هو مغري كده. هنا بقى كنت واقفة، بجد الفيو كان في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين كده الفيو رائع 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 فوق العادي، يعني حاجة حلوة قوي. ده غير كمان الأجانب اللي أنا شفتهم جايين أو شفتهم واقفين في المتحف، يعني برضو انبهرت بيهم. دخلت أكمل بقى الجولة بتاعتي. النجفة دي كانت عجباني جدا جدا. بدأت برضو ان انا اكمل الجولة بتاعتي جوه المتحف، وبتفرج على المجوهرات، وبتفرج على الحاجة اللي جوه. بجد كانت حلوة جدا. وشفت برضو مجموعة من المماليك ديت، كانت من احلى المجاميع اللي انا شفتها. برضو كانت حاجة قيمة فوق العادي او فوق الوصف. بدأت بقى ان انا برضو اروح اكمل اشوف الازايز، المرايات، كل حاجة كانت موجودة. كانت بجد حلوة وقيمة.
اكتر حاجة بقى دي لفتت نظري الشطرنج، اكتر الالعاب المفضلة عندي، وشكلها كان مغري جدا. بدأت بقى ان انا برضو اكمل الجولة بتاعتي جوه المتحف، حاسة ان انا تهت جوه. ابتديت بقى ان انا اشوف برضو بقية المجوهرات وبقية الحاجة الموجودة. دخلت اشوف بقى الرسومات في عالم تاني خالص، حاجة يعني في منتهى الجمال وفي منتهى الرقة وفي منتهى الحلاوة. وبدأت برضو ان انا اشوف الديكوريشن اللي على الحيطة، برضو كان حلو قوي. ورجعت امشي تاني على الريد كاربت. تقريبا المكان كله مشايات طويلة وحلوة قوي. هنا بقى يعني الفيو برضو كان حلو جدا، بس هما كانوا كل الحاجات دي قافلينها مش عارفة ليه. بعد كده بقى انتقلت للحمام الأثري. بجد حاجة حلوة قوي قوي قوي، من اكتر الحاجات اللي انا انبهرت بيها حقيقي. يعني حاجة فوق الجمال وفوق الوصف وفوق الحلاوة. بجد حاجة حلوة جدا. بدأت ان انا اكمل الجولة بتاعتي لحد البورتفيه بتاع الملكة فريدة. عجبني قوي 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 قوي، يعني حاجة جميلة جدا. وبدأت بقى ان انا انزل علشان اشوف الدور اللي تحت تاني، يمكن ان انا في اماكن ما دخلتهاش او كده. وبدأت ان انا نزلت. لما نزلت بقى لقيت ناس لسه هتدخل، وبجد انبهرت جدا جدا جدا، يعني مكان تحفة. كده احب اقول ان انا جولتي في متحف المجوهرات خلصت. المتحف حلو جدا وفي حاجات قيمة، حاجات يعني تراث. وبجد كان يوم حلو قوي. هنا بقى من كتر حلاوة وجمال المكان ما كنتش قادرة ان انا ابطل تصوير. بس اللي هو خلاص الجولة يعتبر خلصت. بدأت وانا مروحة لقيت اجانب. بجد حاجة لذيذة جدا. بدأت ان انا انزل علشان امشي، بس برضو قلت ان انا ما ينفعش امشي غير لما اقول لكم على الحاجات اللي طلعت بيها من اليوم. وانا ماشية بقى كده قلت يمكن يكون في حاجة ما اكتشفتهاش لسه، او في حاجة في المنطقة دي غير الكافيتيريا. بدأت بقى وانا ماشية كده عيني جت على مركز بيع. طيب تفتكروا مركز بيع ايه؟ مركز بيع نماذج اثرية ومطبوعات. قبل ما امشي حبيت اجي اقول لكم ايه الحاجات اللي انا استفدتها النهارده من اليوم. اول حاجه عايزه اقول لكم ان انا اتعرفت على ناس جديده. ليه؟ علشان اسالهم هم جايين هنا ليه. اغلبيه اللي كانوا جايين هنا جايين علشان يشوفوا ايه متحف المجوهرات، وجايين برضو يكتشفوه معايا. دي اول حاجه. تاني حاجه عايزه اقول لكم ان الاجانب جايه من كل حته. كل لما بلاقي الاجانب او بلاقي الناس جايه من محافظات بعيده لاماكن هنا في اسكندريه، بحس بقد ايه ان احنا تراث بلدنا قيم جدا. وبجد من احلى الحاجات. وبجد اسكندريه بالنسبه لي من احلى المحافظات، مهما اروح ومهما الف ومهما اجي اسكندريه رقم واحد. ده اول ما دخلت المتحف من وانا عند الباب ادوني كيستين احطهم البسهم يعني في رجلي. قواقي ان المكان جوه ما يتبهدلش، عشان جوه فيه سجاد تحفه او مشايات جميله. دي اول حاجه. تاني حاجه الناس بتبقى جايه. انا كنت فاكره ان مش هلاقي حد، بس زي ما انتوا شفتوا الناس بجد كتير جدا، بسم الله ما شاء الله. آم، رغم ان هو متحف اللي هو مجرد ان احنا بندخل نتفرج وكده، بس عليه اقبال شديد جدا. فانصح اي حد ما جاش متحف المجوهرات ان هو يجي ويزوره. بجد الزياره بتاعته هتبقى حلوه جدا وهتفرق معاكم قوي قوي قوي. وبكده تكون جولتنا النهارده خلصت. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا شير ولايك سبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. وكمان ما تنسوش تقترحوا عليا اماكن اروح ازورها، سواء في اسكندريه او في القاهره او في اي محافظه تانية. وان شاء الله هشوف كل تعليقاتكم وكل كومنتاتكم، وهروح كل الاماكن اللي انتوا تقترحوها عليا. متحف المجوهرات الملكية في جليم من أجمل الأماكن اللي انتوا تقدروا تزوروها في اسكندرية، وحقيقي مكان أثري بمعنى الكلمة.